اتكلمنا في مرة من المرات عن أهمية إنك تختار الشريك الصح، وإزاي ده بيكون شيء مهم جدا عشان تطمن إن أنت بتعمل البيزنس بتاعك مع الرايت بارتنرشيب. بس في نقطة برضو ما تقلش أهمية، إنك بعد ما تختار الشريك المناسب ليك اللي بيماتش النيد بتاعتك، إن يكون فيه تراست موجودة بينك وبين السبلاير. يعني إيه تراست بيني وبين السبلاير؟ يعني لما أنا أبقى عارف إن أنا طلبت من السبلاير ده ديت معين عشان يسلمني فيه، اي نو ان هو لو يقدر ينفذ في الديت ده هينفذ. اي نو لما بيجي يقترح عليا انه هيستخدم ماتيريالز مختلفه، هيستخدم طريقه في التنفيذ مختلفه، ان دي ممكن تبقى حاجه مناسبه. التراست في ان احنا نشير الداتا مع بعض، التراست في ان احنا نريفيل السكوب بتاعنا. على سبيل المثال هنشتغل كوست بلس. يعني ايه كوست بلس؟ دي انا بتفق مع المورد، انت شوف تكلفتك قد ايه وهنحط لك مكسب يرضيك، وفي نفس الوقت تبقى التكلفه دي مناسبه ليا. هي دي التراست. بوجود التراست بنقدر احنا الاثنين نطلع احسن حاجه موجوده بينك وبين البارتنر بتاعك. في السبلاي تشين التراست مع الموردين نقطه اساسيه في السبلاي ريليشن شيب مانجمنت. ما ينفعش انك تكون على علاقه بمورد وبتعمل لونج تيرم بارتنرشيب معاه من غير ما تكون التراست دي ما بينكم. شيرنج الداتا، ترانسبيرنسي، شيء مهم جدا، ك يعني كورنر ستون للعلاقه بتاعتكم مع بعض.